ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده عامله لكم فلوج مختلف كده. تقريبا اول مره انزل عندي على القناه حاجه زي كده، بس دي حاجه مختلفه كده حبيت اشاركها معاكم. ونقضي وقت حلو مع بعض. انا اليوم ده مسافره عند اهلي، وكنت رايحه زياره اختي جايه من بره، فرايحه بقى عشان نسلم عليها ونشوفها وكده، ونقضي معاهم العيد بقى، وبعد كده نبقى نروح بقى البيت وكده بعد العيد ان شاء الله. فحبيت كده اخدكم معايا كده في الاجواء بقى بتاعتنا كده، كنا في القطر المكيف وخدت لكم جوله. وهنا بقى حبيت اشارككم، هي اختي قالت لي ما تجيبيش لبس العيد لاولادك، انا هجيب لهم انا اللبس العيد ولبس الوقفه وكده. فحبيت بقى ايه اشارككم كده وافرجكم، ناخد رايكم يعني معايا كده في اللبس. ونشوف مع بعض. اول حاجه هي جابتها لي ايه وكده. ربنا يكبر بخاطرها يا رب، وتسلم ايديها على الحاجات الجميله دي، تعبت نفسها بجد وجايبه حاجات جميله. وتعالوا نشوفوا مع بعض. يا ربنا يخلي الاخوات كلها لبعض يا رب، ويحنن قلوبهم على بعض. اللهم امين يا رب. بصوا هي جابت كل واحد طقم كامل للعيد. فانا هفرجكم. بصوا اول حاجه بس هي جابت لي طبعا ما فيش غنى عنه، طبعا بود مرهم موف واحد للعظم. ده حلو قوي جدا يا بنات، ده حلو كمان، بتعملي منه مساج بقى سواء بقى ظهرك بيوجعك رجليك وكده على الفقرات اللي بتوجعك. حلو جدا. طبعا ما فيش غنى عنه، وموف برضه عشان البرد، طبعا ده حاجه اساسيه معانا في اي بيت مصري اصيل. المهم بقى هنا اول حاجه بقى اوريها لكم، ده طقم العيد جايباه لابني. عباره كده عن ده شورت وعليه قميص. بصوا معلش بقى يا بنات، معيش الستاند ومش معايا اي حاجه، انا بصور بايد واحده وايد التانية ماسكه فيها يعني بفرد لكم بيكي، بعرض لكم بيها الحاجه وكده. فاستحملوا ايه بقى الفيديو ده. هنا بقى القميص بقول لكم ان هو كم، ممكن تفرديه تعمليه كم، وممكن تتنيه كده وتعمليه بنص كده. ليه الحته اللي هي بتاعت التانية ده. بصوا القميص كده عليه بقى رسومات كده وابيض، وعليه رسومات بقى كده تقريبا دي عربيات ديت. وعليه بقى الشورت الاصفر ده. حلو الطقم، عجبني جدا وحلو كده وصيفي. يلبسوا. هو عنده طقم تاني للعيد، مش عارفه بقى هعرف اوريه لكم بقى في الفيديو ده ولا لأ. انا هنزل لكم الحاجات بقى اللي اختي جايباها لي وكده على كام، على كذا فيديو يعني وكده. ده ايه، او هيبقى اول فيديو انا هنزله لكم. دي بيجامه الوقفه، جابتها له كده لونها ابيض كده في لبني، شكلها جميل قوي ولونها حلو جدا. وده ببنطلون مش شورت بقى، ده بنطلون كده ومكتوب عليه باتمان. على فكره والله صدفه انا ابني بيحب باتمان جدا جدا. انا ما خدتش بالي دلوقتي الا دلوقتي وانا بصور لكم والله ان هي مكتوب عليها باتمان، يعني انا اتفرجت عليها وما ركزتش بصراحه في التفاصيل. عايزه اسالها هي جت معاها صدفه برضه جابت له باتمان، ولا عشان عارفه ان هو بيحب باتمان. هيفرح قوي لما ياخد باله ان ده يعني مكتوب عليه باتمان، ان هو بيحب يلبس اي حاجه عليها باتمان. ده كان دي رسمه على ظهره، مكتوب على ده بقى ظهره كده عليه الرسمه بتاعته وعليها اسم باتمان وكده. دي كانت عامله 29 ريال البيجامه ديت. بصوا بقى، دي بقى كده جابت له طقم الوقفه واللي هو طقم العيد. ده بقى جايبه له سوت. السوت ده حلو كده لونه كافيه كده. شورت والتيشيرت ده التيشيرت وده الشورت كده. حلو بقى، ممكن يلبسه يعني، طبعا بيلبس طقم العيد ده، الطقم ده يوم العيد الصبح عشان نخرجوا كده، يروح مثلا يلعبوا ويخرجوا، ينزلوا مثلا يلعبوا اللعب وكده. وممكن بقى على بالليل بقى لو جينا خرجنا احنا بقى بالليل بقى بنحب نخرج وكده، لو اتسخ اكيد طبعا ده حاجه اكيد عشان ده ابيض وفاتح بقى، وانتوا عارفين الاطفال بقى ما ينفعش معاهم ابيض. هلبسه السود ده بالليل مع كده، ينفع بقى في اجواء البحر بقى، احنا في الصيف بقى ونروحوا بحر بقى ان شاء الله. فيبقى حلو السود ده بقى ايه على البحر كده، يبقى جميل جدا. فحلو الصوت بصراحة يعني، لونه كده كافيه وحلو. بصوا بقى دي تاني حاجة معانا. هي جابت لي بنوتي البيجامة ديت. هي حاساها صبيان يا بنات، بس هي بتقول لي لا يعني هي تمشي صبياني وبناتي. هي بتقول لي هي ما لقيتش حاجة مناسبة لسنها غير يعني الرسمة ديت وكده، اللي هي يعني كانش بقى في رسومات عشان هي سنها صغير، فما كانش في يعني حاجة مناسبة، فدي لا احسن حاجة لقيتها يعني. بس انا حاساها صبياني، بس هي بتقول لا يعني هي تمشي الاتنين وكده. بس في عموما جميلة وتسلم ايديها بجد والله. هم خامتهم حلوة قطن وكده، وخامتهم حلوة برضو. البيجامة دي بنطلون مش شورت. تمام. جابت بقى ايه، جابت لها الفستان الابيض ده فستان فرح مناسبات. بصوا بقى دراعاته بقى دراع كده قط كده في ستريس، والقط التاني بقى عليه اللي هو الورد ديت، وعليه ستريس في النص وليه حزام. ده بقى ايه عشان عندنا يعني فرح اختي.
فإن شاء الله بقى أختي اللي هي التانية الصغيرة فتبقى تلبسه فيه وكده، أو يبقى عندها تلبسه في أي مناسبة وكده. ده بقى فستان العيد هي جابته لها. بصوا، للأسف مش عارفة اوريكم الحاجة بشكلها كويس عشان طبعا بصور بإيد واحدة، بس على قد ما بقدر بوريكم. بصوا بقى، هو كده من على الصدر كده الرسمة بتاعته، وليه برضو حزام، هو منفوش برضو من تحت كده فيه زي جبونة تقريبا بسيطة كده. بس شكله حلو. جايبه عليه جايبه له عليه الصندل ده نفس لون الفستان، هو لونه كشمير كده. حلو مقاسها 21. بصوا، هو الدرجة يعني الصندل درجته أغمق حاجة بسيطة بس حلو يعني، هو ماشي عليه. ده بقى الجوز اللي جابته لابني. حلوة جدا، لونها أسمر بس حلوة بصراحة، ذوقها حلو قوي جدا فيها. دي هتبقى حلوة، بتنفع بقى معانا على السوت، وتنفع معانا برضو على الشورت والقميص. وانا كنت جايبه له برضو كوتش ابيض حلو بقى، بس هو اختار بقى من اللي كان بيعمل نور وكده. برضو ينفع برضو معانا. فهو كده عنده بقى دي، واللي هو الكوتش الابيض اللي انا كنت جايبه له ده بقى. بصوا، جابت برفان. ده البرفان بناتي. آه، بس ده مخصص لأطفال يعني، عشان مبقاش فيه تقريبا كحول تقريبا. وده لأولادي. دي كلها روايح أطفالي كده، مش زي اللي روايح الكبار وكده. ده شكلها كده. مش عارفة مين الشخص اللي على البرفان ده. بصوا بقى، جابت لهم ايه تاني. جابت لهم سبح. السبحة ديت جابتها لابني عشان يلبس يعني، تبقى ماسكها في ايده كده في صلاة العيد بقى على القفطان وكده. ودي السبحة دي جابتها لباباه لزوجي. شكلها حلو بصراحة، الكافيه عاجباني انا، شكلها هقلبها. دي بقى البناتي جابتها البنوتي كده برضو، تلبسها كده على الاسدال وهي رايحة نصلي العيد ان شاء الله. خلاص بقى، كل سنة وانتم طيبين بقى يعني، خلاص معادش الا تقريبا اسبوع كده والعيد بقى. بصوا بقى، جابت لهم مصليات. بصوا المصلية دي المصلية الاولادي اللي لونها بيج كده، عليها رسمة الكعبة. ودي البناتي بقى على كشمير برضو، ورسمة الكعبة اللي هي الأطفال بقى كده صغيرين. شكلهم جمال جدا، هياخدوهم معاهم برضو ان شاء الله كده، وهم رايحين يصلوا العيد، ومعاهم السبحة. وطبعا كل واحد فيهم، ابني لابس القفطان وبنوتي لابسه الاسدال. بصوا بقى دي جميله قوي، عاجبني قوي، هعلقها عندي في المطبخ. ممكن تحطيها كده مثلا زي كأنه مفرش صغير، تحطي عليه مثلا ورد كده، او تستخدميها كوستر. حلوه جدا. بس انا هعلقها واشوف كده انا هستخدمها في ايه، لسه والله مش عندي افكار. لو في افكار بقى اكتبوا لي في التعليقات. ده كده بقى او كده اكون وصلت معاكم لنهاية اول جزء. انتظروا بقى الجزء التاني من باقي المشتريات او باقي الهدايا اللي اختي جايباها لي من بره. متنسوش تعملوا اشتراك ولايك ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة وتعملوا لايك للفيديو، وتنتظروا الجزء التاني اللي هينزل لكم من باقي الهدايا اللي جايالي. اكتبوا لي كده كومنتات كده وشجعوني، عشان عايزه بقى انزل لكم بقى الايام ديت. مش كان باجي هنا عند اهلي بقى بنشغل معاهم شويه، فبقاش عارفه انزل لكم فيديوهات. بس ان شاء الله يعني في كميه افكار كده عايزه حابه اصورها واشاركها معاكم هنا في اللحظات هنا عند اهلي هنا وكده، وانزلها لكم واشاركها معاكم. اكتبوا لي كده، جبت لبس العيد ولا لسه؟ انا الحمد لله العيد ده ما جبناش حاجه بقى يعني، جبنا حاجات بسيطه كده، وبقيه الحاجه ربنا يبارك في اختي جابتها يعني لاولادي وكده. متنسوش يا بنات بقى تشتركوا بقى وتعملوا لايك، وانتظروا الجزء التاني من الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. بحبكم في الله. سلام عليكم.